جبهة بوليزاريو ولدت في أحضان المقبور العقيل القذافي، وأيضا برعاية جمال عبد الناصر. هو اللي أسسها؟ نعم، هو اللي أسسها. ولدت هناك في ليبيا ودعمت بالسلاح من ليبيا، ثم بعد ذلك استقبلها بومدين وأعطاها السلاح، وما زال يصرف الجزائري والعسكر الجزائري إلى يوم الناس هذا يصرفون عليها ملايين. تطبيع المغرب هو تطبيع المغرب. أي بس هذه يعني هي شماعة، يعني هي تستخدم شماعة طبعا المشكلة موجودة من قبل التطبيع. اي ملاش علاقة هو بالنسبة للنظام الجزائري لا يمكن أن تقبل بطريقة يعني أنه يصبح المغرب دولة بهذا الحجم، صراع نفوذ بين، لا نقبل بهذا. نريد أيضا نحن إطلالة على الأطلسي. الشعارات القديمة نحن مع حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهم الشعب الجزائري عام 90 انتخب ومارس حقه في الانتخاب الديمقراطي. قتلوا وذبحوا نص مليون، ذبحوا الجيش اللي يحكي على حرية الصحراء الغربية قتل. معقول هذا اللي بيحصل بين المغرب والجزائر؟ يعني ايش ما بقي الا يشنوا حرب على بعض، يعني من اغلاق الحدود لاغلاق الاجواء لتضييق، يعني ما معقول هذا الكلام. المشهد الأخير كان مشهد مؤسف، يعني من يومين في الأمم المتحدة بيطلع وزير خارجية الجزائر العمامرة ويطعن في المغرب، ثم بعده يجي وزير خارجية المغرب في الأمم المتحدة أمام الجمع أو السفير المغرب. لا، وزير الخارجية المغرب. لا، هذاك من قبل. لا، نحكي لك على أول أمس كان وزير الخارجية الجزائري وبعده وزير الخارجية المغربي يطعن في الجزائر، فكان مشهد مؤسف. هذا يتحدث بقول مغالط يعني للتاريخ، يعني بالنسبة للطرف الجزائري، والطرف المغربي نفس الشيء، جايب مصطلحات يتحدث عن أزمة مفتعلة من الطرف الجزائري هي الصحراء الغربية وكذا، مع أنه تاريخيا غير صحيح. يعني القصة قديمة واستمرت. ايش اللي غير صحيح؟ أن الجزائر لها علاقة بالموضوع؟ لا، أنه هي اللي أنشأت البوليزاريو وأنه هي اللي افتعلت الأزمة وكذا، مع أنه الأزمة قديمة وللإسبان. الأزمة افتعلها الإسبان منذ ال 75 ولا زالت لحد الآن. النظام الجزائري مستفيد من القضية، والنظام المخزن المغربي مستفيد من القضية، لا علاقة لها بالشعوب ولا بمستقبل الشعوب. ضم الصحراء الغربية بالطريقة اللي عملها المغرب، يعني قضية فرض الذاتي، ما يسمونه المسيرة الخضراء. لا، الحكم الذاتي لن تنجح للأسباب الموضوعية يعني اللي موجودة، أنه هذه القضية ما زالت عند الأمم المتحدة هي قضية تصفية استعمار في النهاية. والشواهد على أن المغرب، أن نعطيك وجهة نظر وحنجي لك وجهة النظر الجزائرية، أنه المغرب ومنذ ال 75 يعني منذ قرار الإسبان إذعانا إلى القرارات الأمم المتحدة بأنه لازم يخرج من أراضي الصحراء الغربية، وقع مؤتمر مدريد اللي نعرفه 1975، واتفق الإسبان على أن الصحراء الغربية تدار من طرف المغرب وموريتانيا، فأخذ المغرب الثلثين شمالا وأخذت موريتانيا. يعني عمليا المغرب قبل أن يقتسم هذه الأرض الذي يقول أنه أرضي وكذا، فتاريخيا يعني. ثم تحت ضربات البوليزاريو انسحبت موريتانيا من القضية وجاءت المسيرة الخضراء. مغالطة بسيطة يرددها الإخوة المغاربة، رح نجيك للمغالطات الجزائرية. طبعا أنا بتهيالي أنه الصحراء ليست السبب، هي شماعة. طبعا يعني هذا الخلاف المغربي الجزائري هو خلاف نفوذ، وما تنساش أنه خلاف بدأ وإحنا ما زلنا في الحرب الباردة. هناك معسكر اشتراكي، هناك بن بلة والهواري بومدين، علامات. يعني أنا لما عملت مراجعات مع الشيخ عبد السلام ياسين رحمة الله عليه، ذكر لي أنه في زمنه عندما ابتعث إلى الجزائر كان المغرب يقدم خدمات للجزائر في بداية عهدها بالاستقلال حتى يدربوا الكوادر ويتمكنوا من إقامة المؤسسات. يعني يبدو لي أنه في البداية المغرب كان متعاطفا وكانت علاقاته جيدة. متى بدأت العلاقات تخرب؟ يعني إيش اللي حصل؟ شوف، كان المشكل الأول ربما نحكيه على الحديث يعني في بعد الاستقلال. المشكلة الأولى كان فيه مطالبة المغرب بأراضي جزائرية بعيدة بعد الاستقلال مباشرة،
ونعرفوا حرب الرمال 1963 يعني المغرب كان يقول لفرنسا أنه أنت محاباة للجزائر، والتقسيم مش هذا التقسيم، عندنا بشار وتندوف، هذه مناطق مغربية. وقامت الحرب المعروفة حرب الرمال بكل ضحاياها بين الجزائر والمغرب طبعا 1963. وكانت حرب الرمال هذه حرب راح فيها ضحايا كثير في عهد بن بلة. بعد جابوا مدين صارت قصة أخرى، يعني بومدين اللي ماسك شعار يعرف الطيب قضية أنه هذا نظام إمبريالي، هذا نظام يميني، هذا نظام موالي للغرب، وأولئك يقولون أنتم نظام أيضا اشتراكي. وكان فيه طبعا الإيديولوجي والصراع، يعني محاور طبعا. ما تنساش أنه فيه أيضا طغت شخصية الهواري بومدين وشخصية الملك حسن الثاني، هذه لعبة دور أيضا. الشخصيات عندها كاريزما وعندها حضور في الشارع، مع أنه كان هناك لقاءات كثيرة بينهم يعني حول قضية الصحراء الغربية. لكن في العموم في الخارطة هناك صراع نفوذ بين نظامين سياسيين تستعملهما القوى الأخرى. لا روسيا ولا الولايات المتحدة ولا فرنسا ولا إسبانيا قبلت في السابق أنه تحل هذه المشكلة، ولو أرادوا لحلت هذه المشكلة. كانت هناك محاولات من الأمم المتحدة، كان هناك خطة جيمس بيكر، كان الاستفتاء الذي قبل به الحسن الثاني والإعلان تاعه المشهور سأقبل بهذا الاستفتاء مهما كانت نتائجه حتى ولو كان استقلال. ثم وقعت إشكالية أنه من سينتخب، من سيشارك في هذه الانتخابات. المغرب قال اللي جاءوا في المسيرة الخضراء من المغرب واستوطنوا هذو يصوتون. البوليزاريو قال لا، ما نقبلوا الذين يصوتون هو تعداد سكاني آخر. يعني اتفقوا على المبدأ واختلفوا على التفاصيل. التفاصيل. هو الآن شوف، هو الاستعمار بشكل عام عندما يخرج من أي بلد يخلي المشكلة جزء من السياسة الاستعمارية هو أن يترك مشكلة بين كل بلدين خرج منهما أو جارين. يعني شوف، في مشكلة بين مصر والسودان حلايب ومش عارف ايش، في مشكلة بين المغرب والجزائر، في مشكلة بين حتى في السعودية واليمن، بين السعودية والإمارات، بين سوريا والعراق وهكذا. فهذه جزء من استراتيجية الاستعمار في لكن الشيء المستغرب انه يفترض انه احنا وصلنا لمرحله ما يسمى بالدوله الوطنيه، مرحله استقلال. دوله زي المغرب والجزائر كل شيء متشابه فيهما، حتى في التركيبه السكانيه، بلد واحد، الثقافيه، في اللغه، حتى في المذهب. لكن يصل في هذا الخلاف السياسي بين، ما اعتقد هي بين الشعبين، لا بين الرؤوس، انه تصل الى هذه المرحله من القطيعة. يعني آخر شيء أنا سمعته أنه مش بس فقط أنه هو في الأمم المتحدة وكذا، هم وقفوا الطيران وقطعوا الغاز. الجزائر قطعوا الغاز عن المغرب، يعني لا لازم يمر إسبانيا وأوروبا. أنا لو تعطيني 5 دقائق أكمل العرض. تفضل. ويعني تقدروا تعملوا النقاش. إذن هذا المشكل الآن سباق التسلح بين الدولتين، مليارات. أنت تعرف روسيا تسلح الجزائر، الولايات المتحدة الأمريكية تسلح المغرب، والأمور مبسوطين. يعني شركات الإنتاج السلاح في روسيا وفي الولايات المتحدة مبسوطين باستمرار هذه العقود. فرنسا لا تريد حل هذه المشكلة، تعطي رسائل للجزائر وتعطي رسائل للمغرب. المغرب عنده مشكلة رئيسية مع إسبانيا، عندها مشكلة رئيسية مع المغرب، هي سبتة ومليليا، وبالتالي تعاملها، لأنه هي تعرف أنه هي أصل المشكلة. وهي لما خرجت في 1975 أمرتها الأمم المتحدة بأن تجري استفتاء قبل الخروج، وفي حياة فرانكو، لأنه مؤتمر مدريد إجا بعدين أسبوعين أو 3 مات فرانكو، فتغيرت كل المعطيات. أخفقت إسبانيا كدولة استعمارية أنه تلتزم بلوائح الأمم المتحدة أنه تعمل استفتاء قبل أن تخرج. هم راحوا عملوا في 75 مؤتمر مدريد، جابوا المغاربة وموريتانيا وقسموا التركة، يعني التركة الاستعمارية بدون استفتاء، بدون شيء. فجبهة البوليزاريو اللي انشئت في 73 استمرت في المقاومة بدعم بعد ذلك من الجزائر، لأنه أصبحت ملاكفة. يعني بالنسبة للنظام الجزائري لا يمكن أن تقبل بطريقة يعني أنه يصبح المغرب دولة بهذا الحجم، صراع نفوذ بين، لا نقبل بهذا. نريد أيضا احنا إطلالة على الأطلسي
وأنه مش حق يعني، وأنه هذا شعب تريد أن تسيطر عليه دولة الجارة، وتعتمد الجزائر على مقررات الأمم المتحدة. ما دام الأمم المتحدة تقول أنه لا يجب هناك تقرير مصير وأنه هذا احتلال، فالجزائريين متكئين على هذه المقولة وهي مستمرة. السلاح موجود، الصفقات موجودة، العالم لا يريد حل لهذه الآن يعني، والأمور راهي ماشية لحد الآن. المعطى الذي تغير الآن، المعطى هو دخول الاحتلال الإسرائيلي. أنت تعرف بالنسبة للشعب الجزائري، وأنا مستعد أن أجادل كل المسؤولين الجزائريين، لا تعنيه قضية الصحراء الغربية يعني بالشكل الكبير يعني، ما غير مهتمين الشعب الجزائري بهذه القضية، غير التعبئة اللي في المغرب يعني، لأنه نظام ملكي وفي أمور أخرى يعني. بالنسبة للشعب المغربي في الجزائر يعامل أحسن من الجزائري، وفي المغرب وأنا شاهد على ذلك الجزائري يعامل أحسن من المغربي. صحيح. هذه قولا واحدا يعني، ما فيش مشكلة. المشكلة راه عند نظامين اللي هم المفروض يعني هي الدولة الوطنية بعد الاستقلال كانت تروح للتنمية والازدهار، فراحت للطغيان للدكتاتورية، وما زلنا نعاني لحد الآن. اللي مغير الأمور بالنسبة للشارع الجزائري في تعامله مع هذه القضية تطبيع المغرب، هو تطبيع المغرب. أي بس هذه يعني هي شماعة، يعني هي تستخدم شماعة طبعا. المشكلة موجودة من قبل التطبيع. اي ملاش علاقة هو دكتور الرواية، هو التطبيع زاد شوية. الرواية الجزائرية، شوف الرواية الجزائرية رواية فيها كثير من الرومانسية. مش معنى الرومانسية؟ بمعنى أنه الجزائر شعوب غرامة. رومانسية يعني غرامة حبيبي. الرومانسية المدار. لا تحقيق المصير. بيسألنا عادي المصير، بيسألنا بيقول شو معنى الرومانسية؟ ولا الرومانسية ولا هذيك الشعارات القديمة، نحن مع حق الشعوب في تقرير مصيرها. وهم الشعب الجزائري عام 90 انتخب ومارس حقه في الانتخاب الديمقراطي، قتلوا وذبحوا نص مليون، ذبحوا الجيش اللي يحكي على حرية الصحراء الغربية قتل. الرواية الأخرى وهي أنه الصحراء الغربية، قضية الصحراء الغربية هي قضية مفتعلة. كيف مفتعلة؟ أنه الاستعمار الإسباني خرج، العائلات المغربية عادت إلى أراضيها، قرر القيادة المغربية قررت بأنه تعود أو تأمر الناس بالتعود إلى أراضيها، عادوا إلى أراضيهم فيما يعرف بالمسير الخضراء. جبهة البوليساريو أوجدها وولدت في أحضان يعني اللي عملوا المسيرة الخضراء هم أصلا سكان الصحراء الغربية. هم سكان الصحراء والمغاربة. سكان الصحراء هذه الرواية. سكان الصحراء والمغاربة صحيح، جزء بسيط منهم من سكان الصحراء. أما الباقي شوف أكمل لك كم عدد الذين جاءوا. أكمل لك شوف الدكتور نعطيك عدد 350,000 مغربي. نعطيك تعبير، واحد معارض جزائري لكن معارض حر. دكتور حافظ. لا حافظ. انا هذه القضيه من تكويني. انا خريج العلاقات الدوليه ودرست علوم السياسيه، وهذا الملف يعني اهضمه هضما يعني. 350,000 مواطن مغربي فيهم بعض من سكان الصحراء. اصبر علي قليلا والله جروا جرا في ظروف قاهرة. اصبر علي قليلا. يمشيوا هذه مئات الكيلومترات بأمر من الحسن الثاني. اصبر علي قليلا. هذه الأدبيات الرومانسية تبع اليسار الجزائري. اسمعني أكمل لك بس. اسمعني، اصبر علي. الأدبيات هذه يرددها الشيوعيون واليسار الجزائري وأنصار أبو مدين والخلافات التقليدية. الحقيقة سليم لا يساري ولا شيوعي. هذه هي ثقافة تم ترويجها. الحاجة الأساسية دكتور عزام وأستاذ أبو أنس وأخي الطيب وأخي سليم، أنه الافتعال قضية الصحراء الغربية كان مقصودا. كان هو مدين عندما استقبل الحسن الثاني بعد حرب الرمال وقال له باللهجة الجزائرية وحط إشلاغ وهكذا، قال له حتشوف أعمل لك إيه. أعود إلى الفكرة الأساسية. جبهة بوليساريو ولدت في أحضان المقبور العقيل القذافي، وأيضا برعاية جمال عبد الناصر. هو اللي أسسها؟ نعم هو اللي أسسها. ولدت هناك في ليبيا ودعمت بالسلاح من ليبيا، ثم بعد ذلك استقبلها بومدين وأعطاها السلاح، وما زال يصرف الجزائري والعسكر الجزائري إلى يوم الناس يصرفون عليها ملايين من أجل الدفاع على ما يسمى بتقرير المصير في الصحراء الغربية. والأموال هذه الأصل في الأشياء تنمية الجزائر أولى بها. أين القصة؟
حاول النظام الجزائري خلال هذه السنوات كلها أن يضغط باتجاه تحقيق يعني توازن قوة ورعب مع المغرب، وهو كلام صحيح تبع صراع النفوذ، لكنه لم يستطع. كلما واجه النظام الجزائري أزمة داخلية ذهب أو استدعى العدو الخارجي، وأن هناك عدو خارجي وهناك عدو خارجي لابد من مواجهته. في التسعينات القرن الماضي كان يواجه الديمقراطية وألغى الانتخابات الديمقراطية، فذهب حاول أن يفتعل أزمة في المغرب. كيف ذلك؟ صنع ما يسمى بتفجيرات أطلس آسني في مراكش فندق، وكان هذه رسالة إلى المغرب. لم يثبت. لا ثبت وأكد الوثائق. المغرب لم يثبت ذلك. يعني الخلية اسمع المغاربة لا تقول غلط. لا رد علي بس اسمح لي نقطة، نعطيك نقطة نظام. هذه 1994 ادعت المغرب تسرعا، هم قالوا تسرعنا في الحكاية، هم قالوا تسرعنا. 94 تفجير مراكش قالوا عملته الجزائر، المخابرات الجزائرية غلقت الجزائر الحدود وغلقت كل شيء. بعدها ماذا قالوا؟ أحد لم يثبتوا وتراجعوا ذلك. وانا أقول مع مسؤولين أقول لك تسرعوا في ذلك. كم معلومة بس ترتاحوا حالة ترتاح. معلومات فقط. أكمل معلومة. الخلية التي نظمت تفجير أطلس آسني في صيف عام 94 خلية جزائرية، وأحد عناصرها سجل هذا واعترف هذا أمام القضاء الدولي، وبالتالي هذا واسمه معروف. ممكن يكون اعترف تحت التعذيب. لا اسمه موجود. هو لاجأ في اسكتلندا وقال بأنه أنا ذهبت وأعطاه جواز سفر وأعطاه الأسماء. هو كريم مولاي واعترف بالأسماء. وجاب صورة الجواز سفره وجاب الأسماء اللي ساهمت معه. وهذه قضية معروفة دي. هذا الشخص ليس مصدرا ثقة، يعرف الطيب. هذا الشخص بالذات لا يمكن أن يعتد به في حوارات الجزيرة. لا هذا شخص. اسمحوا لي قليلا. شوفوا السرديات والروايات التاريخية متناقضة، كل واحد عنده مصادره والمصادر كل واحد عنده رومانسيته. ولكن الواقع الآن كما انتهى إليه هذا الخلاف، إنه الخلاف في الجزائر وفي المغرب تحول إلى خلاف إيديولوجي، جزء من شرعية الدولة. صحيح. في الجزائر ممكن تقول كل شيء إلا أنك تشكك في موضوع هذا ملف صحراء. أبدا، هذه قضية جزء من الحكم في الجزائر، ولذلك تجد جزء من عقل العسكر، من الحكم، شرعية الحكم قائمة على هناك. ولذلك تجد الإسلامي نفسه مختلف مع مثلا اليساري في كل شيء إلا في هذا الموضوع. والإسلامي نفسه في المغرب ممكن يختلف مع كل الأحزاب إلا هذا الموضوع. المغرب السلطة فيه جزء من شرعيتها ما يسمى الوحدة الترابية، وتقبل أي نقد باستثناء هذا، باستثناء أنك تشكك وهذا وفي الجزائر نفس الشيء. وهذا أخطر ما بس بالمغرب، شوف بالمغرب الصحراء تحولت إلى صنم، لأنهم عبدوا هذا الصنم حتى دخلوا في التطبيع مع الصهاينة. يعني أنا هذا الذي قررت أن أقوله، أنه يعني اتخذت ذريعة الصحراء. نعم. وأنه يأتي واحد زي ترامب هذا العفن، آسف للقول، ويجي مشان يعطيهم توقيع، هو لا يقدم ولا يؤخر شيء. يمين أنت يعني تعترف في ناس في بلاد آخر. من أجل ذلك باعوا القدس. يعني أنت الأرض المغربية يعني أرض مقدسة للمغاربة ولا آخره، لكن أنت من أجل موضوع أنك تحصل على توقيع لرئيس أمريكا يذهب وانتهت أمره، أنت تبيع هو ماسك ملف القدس كمان. أيوة، ماسك ملف القدس. ثم الآن في معلومات أخرى أنه كجزء من الخلاف إنه الحكومة المغربية أو المغرب كانت تستخدم هذا التجسس هذا بتاع بيجاسوس، صحيح، وتتجسس على 6000 شخصية، منهم عدد كبير من الشخصيات الجزائرية. وهذا برضو زاد الطين بلة. نعم. إنه أنت جبت هذه الحكومة اللي يفترض أنها معادية للجزائر وهي كذلك والشعب الجزائري، وحطيتها حدودنا وبتتجسس في من طبعا بيجاسوس هذا أصل المعلومات تروح أولا على عند الكيان الصهيوني، وبعدين بتروح الصفقة العسكرية الأخيرة أيضا زادت الطين بلة. يعني
جايب صفقة عسكرية من الاحتلال الإسرائيلي حتى يعني تؤسس إلى شركة لطائرات، هذه الطائرات بدون. ولذلك أنا بعتقد أنه حتى موضوع إغلاق الحدود الأخير وقطع كذا كان جزء منه هو التحريض الصهيوني. يعني بعض الوزراء الصهاينة أجوا على المغرب وبدأوا يهاجموا الجزائر من المغرب. هو مسؤول إسرائيلي قالها صراحة، وقلنا للأخوان المغاربة يا أخي بيناتنا الحكاية. أيوة. كيف تسمحون لي مسؤول رسمي يأتي على المغرب، يأتي من المغرب يهاجم الجزائر؟ يعني هذا لم يقبله. يا رجل أنا معارض النظام الجزائري يعني وأناضل منذ أنا 14 سنة ممنوع من السفر. شايف؟ نعم. أنا ضد هذا النظام، لكن في الأمور اللي فيها تاريخ وفيها معطيات أنا ما نقدرش نحكي. أنا نحكي لك حاجة من مقدرات شعبين. كم صرف من مليارات في المغرب وفي الجزائر على اللوبيات في بروكسل وفي الولايات المتحدة الأمريكية خلال هذا 40 سنة. يعني مثل النظام الجزائري مثل النظام المغربي مثل قال يا سليم كانوا يمسكوا. رحنا لبروكسل وين تروح للنواب أوروبيين هاك جيبهم عمبين بالفلوس. يجي المغربي يعطي له حتى يصوت، ويجي الجزائري يعطي له. تروح الكونغرس الأمريكي شهادات جيبهم وكله كاش يعني. يا سليم بالكونغرس الامريكي كانهم في نادي ليلي وبيحطوا في الرقاصات. والله شوف في شهادات من نواب. اكيد الطيب تعرف القصه، نواب في الاتحاد في البرلمان الاوروبي، في فرنسا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في بلجيكا، في إسبانيا. أموال الجزائريين والمغاربة رايحة عند الناس هذو حتى يصوتوا مرة في لائحة اللي صار على الجزائر. يا سليم الخراب عام. يا سليم صحيح. دعك من هذه التفاصيل، لأن هذه التفاصيل تغنينا عن الجوهر. ما هو الجوهر؟ الجوهر لو أنك سألت نفسك قلت ما مصلحتي أنا كجزائري كمواطن جزائري أن أموالي التي تأتي من النفط والغاز والتي أنا الشباب الجزائري أحق بها من السلاح السوفيتي والصيني، أليس الأولى بهذه الأموال أن تذهب للتنمية؟ تصور لو سألت نفس السؤال عند المغربي. أعطيه سؤال بس. المواطن المغربي الفقير هذا أعطيه فرصة. السؤال الثاني، لو أن المغرب أتت وتبنت حركة رشاد المعارضة لإسقاط النظام الجزائري باعتباره أنه نظام غير شرعي، ما الذي ستفعله الجزائر ضد المغرب؟ شوف تقود حربا. سؤال كمل لك. هل المغرب تبنت رشاد؟ لا لم تتبناها. المغرب لم تتبنى رشاد. المغرب قول أن عمر هلال ايش قالوا؟ قول أن عمر هلال قال انه منطقة القبائل على الجزائر تحافظ على حق منطقة القبائل في الاستقلال. صح ولا لا؟ انت بتتكلم عن